عشان نحسن من صحة الغدة الدرقية ونقلل من الأجسام المضادة في حالة كسل الغدة الدرقية، نهتم بأكل كل الخضروات والفواكه اللي فيها الجليك أسيد، وده موجود في الخضروات والفواكه اللي لونها أحمر زي التفاح والرمان، الفراولة والطماطم والراسبيري. ومحتاجين يكون كمان في أكلنا حمض التيروزين والسيلينيوم وفيتامين بي 12، ودول موجودين في اللحوم والأسماك والدجاج والبيض ومنتجات الألبان. السيلينيوم كمان موجود في المكسرات البرازيلية. وكمان نهتم بمصادر الأوميجا 3 الموجودة في عين الجمل وبذور الشيا والكتان والأسماك الدهنية، ونتعرض للشمس عشان فيتامين دي، أو ناخده كمكملات إذا ما بنتعرضش للشمس. ونضيف الكركم لأكلنا عشان الكركمين، أو نشربه مع حليب ورشة فلفل أسود. ونبعد عن الأكلات المصنعة اللي فيها مواد حافظة لأنها بتزود الأجسام المضادة للغدة الدرقية. وكمان نقلل من النباتات الصليبية زي البروكلي والأرنبيط والكروم، لكن نقدر ناكلها بكميات قليلة إذا كانت مطهية. إذا استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، وإذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.